عبد الحسين عبد الرضا في هذا المكان في مدينة خليفة شرفني بزيارته في 2016. شو يقول؟ متفقين اخاف خالصين ولا ما ادري؟ شارع حسين بن عاقوب، هذا الاسم اللي كل بيت خليجي حافظه. حسين بن عاقوب ترى شخصية خيالية مستوحاة من مسلسل درب الزلق، تقدر تقول هذا الشارع حقيقي في الخيال. سمعنا مشروعك بالفاهك. أنا محمد الجنيبي، مهندس مدني من أبو ظبي. أنا إنسان محب للثقافة ومحب للفن ومحب للفنان عبد الحسين عبد الرضا، وهذا الشيء اللي خلاني أسوي حساب يوثق محطات من حياته ومن أعماله المميزة، حساب بن عاقوب. هذا الله يسلمك. أنا يوم سويت الحساب الصراحة تفاجأت أن أعجب في المبادرة، كتب فيها تحياتي القلبية لجمهورنا في دولة الإمارات. هذا درب السعد. لما كان يحط الغترة يسموها شريمبة، كان يسوي بهالشكل يعني. هاي معروفة. ماي جاد يو لوك جود. الحمد لله. ما كان حد يضبطها إلا عبد الحسين، حتى أنا مرة سألته قال لي ماركة. انا صار بخاطري، انا زعلت على الفريج. عبد الحسين كان سفير للأخلاق الكويتية. الكويت يا أخوي هذا مو بلد بس اللي يحبها، الخليج كله يحبها. الكويت هذه رائدة في التعليم، رائدة في الفن، رائدة في الرياضة. أنا الصراحة يعني ما أصبر عنها. هذه الصورة في مكتب الفنان عبد الحسين عبد الرضا، وخلال هذه الزيارة أنا هديته نموذج من عمود العنونة وأعجب فيه كثير، أعجب في التصميم. هذا العمود هو الحجم الواقعي للنموذج اللي أنا سويته للفنان عبد الحسين عبد الرضا وهديته إياه، حتى هو أعجب بالفكرة وخبرت أن هذا التصميم الرسمي لأعمدة العنونة في أبو ظبي. طبعا داخل بيتنا يعتبر شعبير عن المسلسل والأحداث اللي كان دور فيه. أنا لما سويت هالحساب أنا ما كنت أتخيل إن يوم من الأيام أنا بشوف الفنان عبد الحسين أو إنه بيزورني في بيتي وبنقعد في مجلسه وبنتقهوى. يعني هاي الشيء الصراحة ما كان في البال. الكويتيين دائما كذي، دائما ملقاهم حلو، ثقافتهم حلوة، سوالفهم حلوة. الله يديم المحبة بين الكويت والإمارات ويجمعنا دائما على خير.